ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الصورة دي قدامي 4 نواب. السؤال بسيط، هو النائب دوره ايه وليه في نواب بتتكلم ونواب بتسكت على مدار ال5 سنين؟ تعالوا نفهم ايه الحكاية. الحلقة دي مش دعاية، دي محاولة نفهم يعني ايه نائب. في ناس بتدخل البرلمان وتسكت، وفي ناس بتدخل وتدفع تمن صوتها. نسمع نموذج وبعدين نسمع شهادة واحد عاش التجربة. حكومة منعزلة عن الشعب، احنا اللي عايشين ألم الناس. مصر محتاجة ان تتبني، ومصر حديثة تتبني، كلنا في هذا الخندق، ولكن فقه الأولويات. النهاردة افتحوا المنافذ، مصر محتاجة هوا، مصر محتاجة هوا نظيف. مصر هتتبنى بالحرية، مصر هتتبنى بالديمقراطية، مصر هتتبنى لما كلنا نشتغل من أجل أبناء. الكلام ده مش سهل يتقال تحت القبة. هذا المنبر بني ليكون صوت الشعوب. الناس تعبت، ولا أحد يسمع ولا أحد يستجيب. أنا بقول للسادة الوزراء لازم نخلي بالنا من الناس. عبد المنعم إمام معارض بعقل مش بصوت عالي. هذه البلد أكتر شيء بتعاني منه هو الفساد. أين صيانة هذا الطريق على مدار 8 سنوات؟ هو ده السؤال اللي احنا محتاجين الحكومة ده ترد عليه. أحمد الشرقاوي نائب طلع من الشارع. سيل الاقتراض اللي ما بيقفش، السقف بتاع الديون اللي ملوش حدود، لابد يوصلنا في النهاية للرقم الكارثي ده 5547 مليار جنيه. الحقيقة هو مش عيب وزير المالية أبدا، ولا هي مسؤوليته، دي مسؤولية حكومة بالكامل، دي مسؤولية أولوية، دي حلقات متصلة. لما أوصل في النهاية لهذا الحجم من الاقتراض وما بنستثمرش في شيء مفيد، يا ريتني كنت استثمرت القروض دي في تعليم ولادنا مثلا، في استثمار استراتيجي في التعليم. يا ريتني عملت بيه مدن صناعية أوفر بيها فرص عمل. يا ريتني عملت حاجات كتير كانت تؤدي إلى زيادة حجم إيرادات الدولة، علشان ما يبقاش بسدد ديون. أنا رايح أسدد ديون بديون دلوقتي، ودي الكارثة الكبيرة. اللي يطلع من الناس يحس بيهم. مع كل زيادة ارتفاع أسعار، ومع كل ضرائب جديدة، ومع كل قرارات اقتصادية ودتنا في داهية، ومع كل قرض، ومع كل دين، ومع كل ارتفاع سقف الدين، ومع كل ده الناس كانت في ناس تقول ده الشارع وهيهيج وهيعمل مظبوط، وبنستغرب كلنا الشارع ده ما بيهيجش ليه؟ انتوا عارفين ليه؟ عشان في صمامات امان. صمامات الامان اللي الناس بتتكلم عنها، صمام الامان الاول ان الفئة المضارة من كل هذه القرارات الاقتصادية معظمها بتسكن في ايجار قديم وبتلات ابيض، وبنعترف بتلات ابيض بتوفر له السكن والدعم اللي بتقدمه له في رغيف عيش وفي ازازة سكر، فهو مأمن حد الكفاف، مأمن حاجاته الضرورية. فمن هنا هو ما بيتحركش اصلا. انت بقى جاي النهارده تضيف الناس دي للناس اللي بتعاني بناء على بيانات حقيقية. وهنا بقى رئيس الوزراء ازاي في جلسة تاريخية زي دي ما يبقاش موجود في وسطنا؟ ازاي ما يقومش هو يرد على تصريحاته وعلى تعهداته، وهو رئيس الحكومة اللي مقدمة القانون. المجلس ما قدمش قانون، الحكومة مقدمة قانون، واللي لازم يقول التعهدات دي رئيس الوزراء، وانا بطالب بحضوره هنا. النائب الرابع فهو احمد فرغلي نائب اتحط تحت ضغط وما اختفاش. لازم رئيس المجلس يقوم بدوره ويستدعي الحكومه. رئيس الحكومه احنا عارفين ان هو موظف، خايف يجي يعرض ليه؟ كان لازم رئيس الحكومه يجي يعرض، لو هو عنده النيه والجرأه ان هو يقول الازمه دي هيعدي منها ازاي، كان لازم يجي يعرض. انا برفض القرض وبرفض اي قرض يا ريس، وبرفض حكومه الاقتراض، لان خلاص الحكومه دي اقتراض، بيع اصول دوله، زياده في الرسوم، زياده في الضرايب، وكل دوت يا ريس والشعب بيعاني. يعني مش معقول بعد ما وصل حجم الاقتراض ل 162 مليار لازم الشعب يلاقي نتيجه. الشعب على ارض الواقع مش شايف اي نتيجه. بعد قرارات التعويم دلوقتي خلاص يا ريس الجنيه بيعوم والشعب بيغرق. يعني انا يا ريس ما ينفعش اروح اعمل في العاصمه الاداريه مدينه رياضيه ومدينه ثقافيه جديده وانا عندي عجز 55,000 فصل وعندي عجز 300,000 معلم. انا بقول للحكومه ان انت حكومه مغيبه،
لما تقولي ان المواطن هيعيش ب 450 جنيه، لا ده انت كده في وادي تاني خالص. الثبات موقف مفيش كلام. وكل دوت والشعب بيعاني. احنا يا ريس تكلمنا كتير جدا ان الحكومه لازم تتغير. احنا عايزين حكومه تفكر، الحكومه خلاص عليها وقف. احنا مش عايزين حكومه موظفين، ولا عايزين حكومه تهز دماغها وموافق وتمام وبس. لا، لازم يكون في تغيير جذري. الشعب بيعاني يا ريس. احنا دلوقتي شهادة واحد اتكلم واتحبس واتحاسب، ضياء الدين داود. وانا عمري 15 سنة كانت اول انتخابات ابدأ اتابعها عن وعي. كانت الانتخابات ديت للراحل العظيم استاذي وقائدي ومعلمي ضياء الدين داود رحمة الله عليه. ومن الجيل الصغير ده والشباب اللي هم ممكن يكونوا في الثلاثينات واللي ما بيسقفوش لانهم ما يعرفوش ضياء الدين داود، ده واحد ممن دفعوا الفواتير. ونقدر واحنا بنسال شات جي بي تي يقدر ان هو يقول لك مين ضياء الدين داود. يكون ضياء واحد من ناس كتير مروا على البلد دي ودفعوا الفواتير في السجن لسنوات نتيجه انحيازات. لما تبقوا تدوروا عنها تبقوا تعرفوها. بس انا حضرت ده، حضرت انتخابات بعد 9 سنوات من خروجه من السجن معزول سياسيا. فأول انتخابات كانت حالة، الحالة ديت كان بيترتب عليها ان كل رفقاء ضربه الحريصين ان هو يكون موجود تاني معبر عن الشعب المصري في مجلس الشعب كانوا بييجوا من كل مصر علشان يبقوا موجودين على منصته. الفريق اول محمد فوزي، سعد زايد وزير سابق، سامي شرف وزير سابق، فريد عبد الكريم وما ادراك ما فريد عبد الكريم. اسماء في وقت وفي تاريخ وجودها اسماء تزن اكثر ثقلا من هذه المنصه. وفي هذا التوقيت ما تقالش ليه دول جايين لضياء الدين داود. اللي اتقال ده شهادة، وزي ما الرئيس عبد الفتاح السيسي قال النائب هو صوت الشعب، اختار اللي يتكلم عنك ويمثلك. البرلمان موقف مش صورة. في الانتخابات اللي انتوا الانتخابات من فضلكم نقوا وما تفتكروش ان ده امر بسيط. ده مش ده صوتكم اللي انتوا بتدوه واللي احنا هنسمعه او من خلالهم هيطالبوا بحقوق وهيبقى عليهم التزامات. احنا هنا ليه؟ علشان احمد الشرقاوي يبقى معانا. ولكن الضريبة بيدفعها الرجال حفاظا على هذا البلد. واحسب ان هذا الرجل من دافع الضرائب الوطنية لانه بينحاز للناس انحياز حقيقي. فيبقى احتياجنا احنا اللي يخلينا، وقلت ده من شوية، اللي يخلي رئيس حزب وهو عنده هيئتين برلمانيتين في الغرفتين التشريعيتين ممكن يبقى من باب الترفع ومن باب الموائمة السياسية ومن باب ان في خصوم سياسيين موجودين في ذات الدائرة ومن باب انه ما يعمقش الخلافات معاهم. ممكن يؤثر السلامة بانه يكتفي بمساندة اعضاء حزبه اللي في جولة الاعادة. ولكن ممكن تبقى حساباتنا ان وجود شرقاوي له من الثقل الذي لا يوفى بالعدد، يوفى بالكم والكيف، يوفى بالقدرة على التمثيل. هو احمد الشرقاوي نائب طلع من الشارع. لو انت طبيب هتيجي تخبط على بابه يعدل لك تكليفك. لو انت موجود في مستشفى نائية هتيجي تطلب منه ان هو يقربك. لو انت خريج كلية تربية ومفيش مسابقة ل30 و50 ألف معلم نتيجة توفير الاحتياجين ان احنا محتاجين معلم والطالب محتاج معلم هو كمان، انت محتاج الوظيفة. لو محدش ضغط على الحكومة، اللي قاعدين دول ضغطوا على الحكومة دي علشان تعلن مبادرة 150 ألف معلم، وعملنا مبادرة المعلم اللي بالحصة اللي يتثبت ويدخل من غير مسابقة.
واحنا اقليه. طب ماذا لو بعت كتير؟ تاني يوم هتلاقي مشكله عند والدك اللي خرج مبكرا وانت ما انتش حاسس ان ابوك بلغ سن المعاش وبقى مطلوب منك انك تبقى راجل البيت، ولو غاب بشكل مفاجئ ممكن تبص انك بقى مطلوب منك انك تجوز اختك. لو مفيش ناس تعبر عنك في البلد دي، المسألة لا جغرافيا ولا شرق ولا شمال ولا جنوب، ولا ينفع الدوائر ولا ينفع البلد كلها تتقسم مناطقيا. لازم تكون واقف امام استحقاقاتك الحقيقية. القانون اللي بتناقش يخصك منه مادة، يخص ابوك منه تفصيلة. نائب يسكت 5 سنين ده مش تمثيل، ده غياب. لابد انك تتحول الى كلمة. شرف الرجل هو الايه؟ ودخول الجنة على ودخول النار على. يبقى مصر اكبر من كده. بتبيع مستقبلك في 5 سنين مش للي حاضرين. انتوا بتسيبوا الفقراء، روح قول لها يا ست خدوا خيره وانتخبي غيره. مش هقول لك امنع عنها، سيبها تاخد خيره وتنتخب غيره، علشان بكره ده ما يساويش حبايه الدواء ولا السرنجه اللي في المستشفى ولا الكاني ولا التركه ولا العمليه بتاعت القسطره ولا مريض الكلى ولا رسوم الانتقال. مصر دي اكبر من كل اللي بيرخصوها ويوصلوا علشان يبلعوا لسانهم في البرلمان ومدفيين جيوبهم بفساد محمي بمنظومه، مش فساد عشوائي. محتاج ناس تواجه مواجهه حقيقيه. ما بنقولش الكلام ده بمناسبه الانتخابات، احنا بقالنا 30 سنه بنتكلم الكلام ده وسعينا للتغيير الحقيقي، وراحت مننا الفرصه وما رميناش المنديل والتقطنا بايدينا كل طرف خيط في نهايته نور لهذا البلد. احنا جايين ومصرين وهنقعد معاكم لغايه يومين التصويت علشان نوعي. دورنا التوعيه، وفي الاخر انتوا اللي هتختاروا. انا واثق في انه المنصوره بقيمتها بتاريخها برجالها بنسائها بشيوخها بشبابها مش هتتبنى الا بيكم. انفضوا عن نفسكم غبار السلبيه، اخرج وشارك وخرج اصحابك، مش عشان تنتخب الشرقاوي. ان كان الشرقاوي يوزن معاك في بكره بتاعك انت روح له او روح لغيره، بس روح لبلدك. اخرج علشان بديل صندوق الاقتراع ان البلد دي تتحول لبلد فاشله. واحنا قلنا ان احنا لن نقف على جثة هذا الوطن منتصرين لافكارنا. احنا شايفين المشهد الاقليمي، شايفين ان في خونة بيعدوا في اجهزة المخابرات لغاية ما بيقعدوا في قصور الحكم علشان يحكموا بلاد. اوعوا توصلوا ببلدكم لهذا المستوى. احنا هنحافظ على بلدنا وهنحافظ على تاريخ بلدنا وهنناضل من اجل بلدنا عشان نحافظ عليها وعلى بكره بتاعها. ما ينفعش ان احنا نسيب بلدنا واحنا في ايدنا اطراف الامل من خلال صناديق التغيير، من خلال صناديق الاقتراع. وشفنا رئيس الجمهوريه نفسه مد ايده في وسط العمليه السياسيه، ودي الاول مره في اكتر من 150 سنه تاريخ حياه برلمان. الانتخابات دي عباره عن ايه؟ عباره عن انتقاء يوم بالشعب المصري لمن سيمثلون. انا عايز اقول لك لو انا جيت اديتك انبوبه بوتاجاز او اديتك بون او اديتك فلوس او اديتك اي حاجه عشان تختار واحد غير صالح، الثمن ده انت اقل، انت خدت ما خدتش حاجه. المبلغ اللي انت خدته ده ولا حاجه، ده ما يساويش حاجه في انك انت تمكن انسان غير صالح وتخليه هو صوتك وصوت المصلحه بتاعت بلدك يبقى في رقبتك. فلوس وانتخبني او انتخب فلان وده مش كويس. اوعى تعمل كده. ده انت هتمكن حد من مستقبل 120 مليون ازاي؟ ده يقلقك جدا. تصدق انا ما استقل الصوت اقول ايه انا واحد من كام مليون؟ لا، انا هعمل اللي عليا. انا احمد هعمل ايه؟ هعمل اللي عليا.
انا هختار على قد ما انا فهمت وبحثت، وده بقى سهل دلوقتي، ان الشخصيه دي تمثلني في البرلمان، او الشخصيه دي ممكن تتولى مسؤوليه الدوله دي. ده وعي، ده يخش في الايه؟ في الوعي. الوعي مش كلمه محدوده تطلق على موضوع وتترك باقي الموضوعات، لا. الوعي هو عباره عن فهم عام مناسب للشخصيه تجاه قضايا مجتمعه، قضايا دولته، قضايا اسرته، قضايا هو الشخصيه.